السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شبابنا، عاملين ايه؟ ان شاء الله باقي حصة التطبيق الجزء الثاني. بص يا سيدي، كان عندنا قاعدة اسمها قاعدة مثلث القوة. مثلث عليه 3 قوى. قاعدة بتقول ايه؟ بتقول القوة على خطها. القوة ده ايه؟ على ألف باء، والقوة ده ايه؟ على باء ج، والقوة ده ايه؟ على ألف ج. كل قوة على خطها. يبقى قاف 1 على ألف باء، قاف 2 على باء ج، قاف 3 على ألف ج. كل قوة على خطها. تمام؟ أو كل قوة على خطها أو الموازي لها. بمعنى قاف 1 دي مين اللي موازي لها هنا؟ ألف باء. يبقى قاف 1 على مين؟ على ألف باء. طب قاف 2 مين اللي زيها؟ باء ج. يبقى قاف 2 على باء ج. طب قاف 3 على مين؟ على ألف ج. تاني يا أستاذ، بص المسألة، تقدر تقول لي قاف 1 دي على مين؟ على اللي زيها ألف باء. تقدر تقول لي قاف 2 مين؟ على مين؟ على اللي زيها باء ج. تقدر تقول لي قاف 3 دي على مين؟ على ألف ج. تعال نبدأ نشوف أسئلة، وأنت وإحنا بنحل الدنيا هتظبط معاك إن شاء الله. مثال زي ده بيقول لك عايز قاف 1 إلى قاف 2 إلى قاف 3 في الشكل المقابل. قال له بص يا أستاذ، قاف 1 على مين؟ على ألف باء اللي هو 4. قاف 2 على مين؟ على باء ج اللي هو 3. قاف 3 على ده، بس ده مش معايا، ما هو ده ضلع ولا وتر؟ ده وتر. ربع واجمع تحت الجذر، ما ده وتر. جذر 3 تربيع و4 تربيع هيطلع كام؟ 5. ما انت عارف 3 4 يبقى ده 5. يبقى هنقول له قاف 3 على مين؟ على 5. هو عايز ايه؟ قاف 1 الى قاف 2 الى قاف 3، قاف 1 الى قاف 2 الى قاف 3 يبقى 4 الى 3 الى 5. الاختيار الاخير. شوف السؤال اللي بعده. ركز بقى معايا في القاعده دي كويس قوي. ايه يا استاذ القاعده دي؟ القاعده بتقول لك، سيبك من المثال، القاعده بتقول لك لو انت عندك مثلث قائم، مثلث قائم، ركز، وفي قوه نازله من الزاويه القائمه، قاف مثلا 1، في قوه نوع اسمها قوه الشد الاول، وفي قوه نوع اسمها الشد الثاني، وده ب 4 سم وده ب 3 سم وده ب 5 سم. قاعده بتقول ايه يا استاذ؟ بتقول لك لو كان مثلث قائم ونازل من القايمه وزن، ايه اللي هيتم يا استاذ؟ اقول له بص تعالى يا استاذ، ش 1 مش على ضلعها، على الثاني. ش 1 على 3 سم، ش 2 على 4 سم. امال قاف 1 على الضلع المقابل لها على كام؟ على 5. استاذ كمان مره يا استاذ، كمان مره. مثلث اهو قائم اهو، وده ب 6 سم، ده ب 8 سم، ده ب 10 سم، ونزل هنا مثلا وزن، وفي هنا مثلا ش 1، في هنا مثلا ش 2. قول لي يا استاذ هعمل ايه؟ قلنا ش 1 مش على ضلعها، على الثاني على 8، وش 2 على 6، والوزن على العمودي على اللي فوق ده هو، ما هي دي زاويه قايمه، على الكام؟ على 10، بشرط ان دي تبقى زاويه ايه؟ قايمه. طب تعالى يا استاذ، تعالى نشوف. بس يا استاذ دي مش زاويه قايمه، فاللي انت قلته ده ما ينفعش. فعلا معاك حق، دي مش قايمه، بس انا هثبت لك انها قايمه. طب يا استاذ اثبت ازاي انها قايمه؟ ربع الكبير وربع الصغيرين لو كانوا قد بعض يبقى المثلث قائم. تاني، امسك الكبير ربعه والصغيرين ربعهم، لو قد بعض يبقى المثلث قائم. طب يا استاذ هو فين الكبير فيهم؟ ال 120 ولا ال 90 ولا ال 150؟ ال 150. فربع ال 150 في جنب طلع 22500. ربع بقى الصغيرين 120 تربيع، 120 تربيع و90 تربيع، سبحان الله طلع 22500. وبعدين يا استاذ قد بعض ولا مش قد بعض؟ قد بعض، يبقى المثلث ده ايه؟ قائم. انت اللي قلت قائم، يبقى الزاويه دي قايمه 100 100. كده احنا اثبتنا انه قائم. تعالى بقى نطبق القاعده. تقدر تقول لي ش 1 على مين؟ انت على 90. تقدر تقول لي ش 2 على مين؟ على 120.
تقدر تقول لي ال 200 على مين؟ على ال 150. تقدر تجيب شين 2 200 في 120 على 150. تقدر تجيب شين 1 200 في 90 على 150. يبقى انا اقدر اجيب شين 1 واقدر اجيب شين 2 آلة حاسبة. هو عايز شين 1 وشين 2، شوفهم بكام، ما احنا جبناهم بالآلة الحاسبة. المثال اللي بعده، يلا اهي بسم الله، نفس المثال اهو، نفس المثال، تعالى يلا نشوف. لا ده زاوية ايه دي يا استاذ؟ قايمة، دي 8 دي 15، ده وتر ولا مش وتر؟ وتر. ربع واجمع تحت الجذر. فاجيب ده ازاي يا استاذ؟ جذر 8 تربيع زائد 15 تربيع، وتر. ربع واجمع تحت الجذر، عارف هيطلع كام؟ 17. ممكن نطبق القاعدة بقى؟ يلا نطبق القاعدة. تقدر تقول لي شين 1 على الكام؟ على ال 15. تقدر تقول لي شين 2 على الكام؟ على ال 8. تقدر تقول لي ال 170 على الكام؟ على ال 17. تقدر تجيب شين 2؟ اقدر. 170 في 8 على ال 17 هيطلع 80. تقدر تجيب شين 1؟ اقدر. 170 في 15 على ال 17 هيطلع معاك يا استاذ 170 في 15 17 هيطلع 150. يبقى شين 1 ب 150 وشين 2 ب 80. شين 1 ب 150 وشين 2 ب 80. السؤال اللي بعده، يلا بسم الله، شوف الفكرة اللي عليها الضوء. جميل قوي قوي السؤال ده. مثال على الكرة، بيقول لك كرة منتظمة ملساء وزنها 10، طول نص قطرها 30، علقت من نقطة على سطحها بواسطة خيط طوله 30 مثبت الطرف الآخر من نقطة في حائط رأسي. اوجد في وضع الاتزان الشد ورد فعل الحائط. يا باشا احنا بنرسم ادي الكورة. الكرة دي بتستند على حائط، ادي الحائط 100 100. وزن الكرة بيجي من مركزها من هنا كده، وزن الكرة من الحتة دي كده. اللي هنزل بيه ده مين يابا؟ ده الوزن. ده مين يا حاج؟ ده الوزن. والوزن بتاع الكرة كام؟ 10 ثقل جرام. تمام. نص قطرها كام؟ 30. نقب 30 سيبها على جنب شوية. علقت من نقطة على سطحها بواسطة خيط. هنعلقها من هنا بواسطة خيط. عارف خيط يعني في هنا قوة ايه؟ قوة شد. قلنا 100 مرة بنمد ده عشان يلمس المركز، بنمد ده كده عشان يلمس ايه؟ المركز. يبقى ده الخيط اللي هو في قوة الايه؟ الشد. مؤاخذة يا جماعة عشان في توك توك معدي. يبقى ده الخيط اللي في قوة ايه؟ الشد. باقي قوة اسمها قوة رد الفعل، بتيجي من نقطة التماس اهو، تمر بالمركز، تعدي على المركز من اهو، ثانية واحدة، من الحتة دي تعدي على المركز، اسمها قوة ايه؟ رد فعل. يبقى انا عندي شد، عندي رد فعل، عندي الوزن ب10. جميل. الراجل كان قال لي نص قطرها كام؟ 30. كان قال لي ربطت بواسطة خيط، الخيط طوله كام؟ 30. يا ابني الخيط ده بس، ده هو بس، ده بس الخيط ده بكام يابا؟ ب30. سؤال صغير، هو ده مش نص قطر؟ نص قطر. طب بكام نص القطر؟ ب30. يعني ده بكام؟ ده ب60 وده ب30. تقدر تجيب ده ولا ما تقدرش؟ اقدر اجيبه. ربع واطرح تحت الجذر، يبقى جذر، خلي بالك بقى ده كله 60. ده كلته كام؟ 60. يبقى عشان اجيب ده اهو الرأسي، عشان اجيب الرأس يبقى جذر 60 تربيع ناقص 30 تربيع. في آلة حاسبة طالعة كام؟ طالعة 30 جذر 3. يعني ده كده بكام؟ ب30 جذر 3. 100 100. تقدر بقى تطبق القاعدة. والله 10 على مين؟ على الموازي ليها، يعني 10 على 30 جذر 3. والله الراء على مين؟ على 30. اتفضل واحد. والله الشين على مين؟ على الخط كله طبعا، الشين على 60. تقدر تجيب راء 10 في 30 على 30 جذر 3. تقدر تجيب شين 10 في 60 على 30 جذر 3. خلصت؟ خلصت. استاذ كمان مرة، في واحدة هتيجي دلوقتي شبه، على فكرة هي لها حل آخر هقول لك عليه دلوقتي هنعرف. جميل قوي قوي المثال ده، 10 على 10 المثال ده. ايه ده يا استاذ؟ بيقول لك في 3 قوى عايز محصلته. انت مش ملاحظ ان القوة دي والقوة دي متعامدتان؟
ومحصلة القوى المتعامدة. هو انت ما انتش فاكر خالص ان القوتان المتعامدتان انا كنت قايل لك في ملاحظة ان محصلتهم جذر الاولى تربيع زائد الثانية تربيع. حصل. كنت قايل لك القوتان لو متعامدتان يبقى المحصلة كانت ايه؟ جذر الاولى تربيع زائد الثانية تربيع. انا بحاول اجيبها لك دلوقتي. المهم هنجيبها ان شاء الله دلوقتي. اهي بص كده. تذكر ان لو قوتان متعامدتان المحصله ايه؟ جذر الاولى تربيع زائد الثانيه تربيع. تعالى بقى نرجع لمثالنا. تعالى نشوف مثالنا. كنا في صفحه كام؟ مش عارف، بس تعالى نشوف. يلا بسم الله. ما كناش هنا، كنا قبل ده. ايوه كنا في المثال ده. فانا دلوقتي عايز احل هذا المثال. اعمل ايه يا استاذ؟ دي ودي متعامدتان، دي ب3 ودي ب4، هجيب محصلتهم. طب محصلتهم يعني هنجيب محصلتهم بجذر ق 1 تربيع زائد ق 2 تربيع. فاقول له المحصله اللي هي بتبقى بينهم، يعني دول هجيب محصلتهم جذر 4 تربيع زائد 3 تربيع هتطلع 5. فالاثنين دول يحل محلهم ك5. يحل محلهم، هما الاثنين اتلغوا وحطينا مكانهم 5. بقت في قوه على اليمين ب5 وقوه على الشمال ب2. نفس ولا عكس الاتجاه؟ عكس. وفي العكس بجمع ولا بطرح؟ بنطرح. يبقى المحصلة هتساوي اطرح 5 ناقص 2 يطلع 3. السؤال اللي بعده. يلا اهي مثال 10/10. جميل أوي المثال ده. بص يا سيدي، أي حيطة أو مستوى، أي حيطة أو مستوى الكرة بتسند عليه بيطلع منه قوة اسمها قوة إيه؟ رد فعل. ما هو ده مستوى الكرة سند عليه، يبقى دي اسمها ايه؟ رد فعل. رد الفعل ده بيسموه قوة ضغط، قوة رد فعل. المهم ان هو ضغط رد فعل. مين ده يا باشا؟ ده الوزن. يعني ده رد الفعل بتاع المستوى الرأسي 100 وده رد الفعل بتاع المستوى المائي. جميل. ولا تفكر ولا تحتاس، نص القطر عمودي على المماس. عمودي يعني دي بكام؟ 90 100. وبعدين يا استاذ دي اكيد زاويه ايه؟ قايمه. جميل يا استاذ. تعالى يالا، ده شكل ايه ده اهو؟ رباعي. هو فين ده يا استاذ؟ اهو بص الشكل ده اهو شكل رباعي، ومجموع زوايا الشكل الرباعي الداخليه 360. معاك 90 وكمان 90 وكمان 30. عارف اتبقى كام؟ اتبقى 150. دي زاويه ايه؟ دي زاويه مستقيمه ب 180. معاك 150 اتبقى كام؟ 30. ولا تفكر ولا تحتاس، نص القطر عمودي على المماس يعني دي بكام؟ ب90. طب يا استاذ مش ده مثلث؟ مجموع زوايا المثلث الداخليه كام؟ 180. معاك 30 و90. عارف اتبقى كام؟ 60. مش دي كلها زاويه قايمه؟ قايمه يعني ب90. معاك 60 اتبقى كام؟ 30. يبقى ده هي بالتقابل بالرأس بكام؟ 30. اللي فوق دي زاويه ايه؟ مستقيمه بكام؟ 180. شيل منها 30 اتبقى كام؟ اتبقى 150. طب يا استاذ ايه العك ده كله يا استاذ؟ معرفش. تعالى بقى نطبق القاعده. قاعده لامي. عندنا كام قوه؟ 3. ما تيجي نحددهم كده يا استاذ. تعال ما تقل لك الخط. القوه دي قوه ر1. الخط ده خط الوزن. الخط ده اهو خط ر2. طب يلا يا استاذ تعالى نطبق. تقدر تقول لي ر2 على اللي بين دول؟ اللي بين دول كام؟ 90. يبقى ر2 على جا 90. تقدر تقول لي ر1 على اللي بين دول على جا كام؟ 90 و30 120. تقدر تقول لي الوزن على اللي بين دول كام؟ 150. معلش الخط كبير. هو عايز ايه؟ عايز الضغط ده يعني رد الفعل على الحائط الرأسي. الضغط على الحائط الرأسي
اللي هو ده الحائط الرأسي، ضغطه مسمينه ايه؟ راء واحد. الضغط اللي عليه راء واحد، يعني عايز راء واحد. طب راء واحد، هو انا معايا الوزن يا استاذ؟ انت معاك الوزن يا ابني. وزنها كام؟ 3، يعني الواو ده معاك بكام؟ ب3. هات يلا راء واحد. ايه في ايه على ايه؟ 3 في جا 120 على جا 150، وشوف هتطلع كام. استاذ كمان مره عشان ما فهمتهاش قوي. ده انا عينيا ليك، بس ركز بقى معايا على السريع. يلا يا باشا، استنى اما اصغر بقى الخط شويه. يلا يا حاج، تعالى نتفاهم. احنا اتفقنا ان ده خط اسمه، استنى صغر الخط بقى ونمشي واحده واحده كده. اتفقنا ان ده خط اسمه راء واحد، وده رد الفعل التاني، وده الوزن. طب يا استاذ يلا، ولا تفكر ولا تحتاس، نص القطر عمودي على المماس، يعني دي ب90. جميل يا استاذ، دي ب90، وده هي رخرة ب90. مجموع زوايا الشكل الرباعي، هو فين الشكل الرباعي؟ الشكل الرباعي ده اهو. مجموع زوايا الشكل الرباعي 360. شيل 90 و90 و30 يتبقى 150، يعني الزاوية ده اهي ب150. واتفقنا ان دي زاوية مستقيمة ب180. شيل 150، عارف اتبقى كام؟ اتبقى 30. واتفقنا ولا تفكر ولا تحتاس، نص القطر عمودي على المماس، يعني عمودي، يعني ده بكام؟ ب90. جميل. 30 و90 120، والمثلث كله 180. شيل 120، عارف اتبقى كام؟ 60. 60 يبقى ده اهي، طبعا دي كلها كانت قايمه، قايمه يعني ب90. خدنا 60، اتفضل 30. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. دي 30، يبقى دي 30 بالتقابل بالراس. قلنا اللي فوق زاويه مستقيمه، والمستقيمه ب180. شيل 30، عارف اتبقى كام؟ اتبقى 150. تعالى بقى نحل. هطخن بس الخط شويه. ده خط مين ده؟ راء واحد. ده خط مين ده؟ خط الوزن. ده خط مين ده؟ راء 2. يلا 3 شهور. تقدر تقول لي الوزن على جانبين دول، على جانبين دولت، اللي بين دول كام؟ 150. يبقى الوزن على جا 150. تقدر تقول لي الراء 2 على اللي بين دول، يعني على جا كام؟ 90. تقدر تقول لي راء واحد على اللي بين دول، يعني على جا 120. اتفقنا من شويه ان الوزن كان 3، واو ده اهي ب3. هو عايز ايه؟ عايز الضغط، يعني رد الفعل على حائط الايه؟ الراس. حائط الراس ده اهو طالع منه رد فعل اسمه راء ايه؟ راء واحد، يعني هو عايز راء واحد، عايز دي. طب اجيب راء واحد ازاي؟ 3 في جا 120 على جا 150، وشوف بالاله الحاسبه بتاعتي. السؤال اللي بعده سؤال جميل قوي 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 ده اهو. ده بقى كنا حالين واحد شبهه دلوقتي، بس هحله لك بطريقه تانية. طيب بيقول لك كره وزنها 30 جذر 3 معلقه بخيط ا ج. خيط ا ج يعني في قوه شد من نقطه على سطحها متزنه باستنادها على حائط. حائط يعني طلع منه قوه رد فعل، فاذا كان طول الخيط يساوي نص القطر. قال لي طول الخيط يساوي نص القطر. جميل. ده الخيط يا بابا، ده بس الخيط يا بابا. ده قد نق. طب ده مين؟ ده نق. طب ده مين؟ ده نق. طب دي زاوية ايه؟ زاوية قايمة. مش واخد بالك ان ده نق وده نقين؟ مش واخد بالك ان ده الوتر؟ ده الوتر. يعني ايه يا استاذ؟ يعني ده نص الوتر. طب امتى يكون نص الوتر؟ الضلع المقابل لزاوية 30 يساوي نص طول الوتر. اللي في وش 30 بيكون نص الوتر. طالما ده نص الوتر يبقى ده في وش زاوية 30، يبقى زاوية 30. تاني يا أستاذ عايز أفهمها. شو قال لك؟ الخيط يساوي طول نص القطر. جميل. الخيط ده أهو بيساوي نق. طب وده إيه؟ ده نق. طب وده إيه؟ ده نق. ده نق وده 2 نق، يعني ده نص ده. امتى ده يكون نص الوتر؟ لو قصاد زاوية 30.
لو ده الصغير ده قصاد زاويه 30 يعني ده بكام؟ ب 30. تعالى بقى نمسح القرف ده ويا دوبك هنكتب ده ب 30 ودي ب 90. المثلث كله كام؟ 180. شيل 90 و30 عارف اتبقى كام؟ 60. دي زاويه ايه؟ زاويه مستقيم. بكام المستقيمه؟ 180. شيل 60 اتفضل كام؟ 120. دي بكام ودي بكام؟ 90 90. يلا يا باشا. تقدر تقول لي 30 جذر 3 على اللي بين دول. 30 جذر 3 على اللي بين دول يعني على جا 120. تقدر تقول لي الشين على اللي بين دول يعني على جا 90. تقدر تقول لي رد الفعل على اللي بين دول يعني على جا 150. تقدر تجيب شين؟ هو عايز ايه؟ عايز شين وراه. طب ما تجيب لي شين كده. شين 30 جذر 3 في جا 90 على جا 120. 30 جذر 3 في جا 90 على جا 120. طب يا استاذ وبعدين؟ هيطلع 60 اعتقد. طب يا استاذ احسبها لنا بالآلة الحاسبة. جميل. تعالى نحسبها بالآلة الحاسبة. احنا قلنا ايه؟ 30 جذر 3 في ساين 90 على ساين 120 طلعت 60. جميل. طب ما تجيب راء. 30 جذر 3 في جا 150 على جا 120. طب ما تحسبها يا استاذ. 30 جذر 3 في ساين 150 على ساين 120 طلع 30. طب وبعدين يا استاذ بعد ما طلع 30 ايه اللي هيتم؟ بقول لك الشد ماله من رد الفعل. الشد قد رد الفعل مرتين. يعني الشد بيساوي رد الفعل ولا 2 منه؟ 2 منه. السؤال اللي بعده. يلا بسم الله. تعالى بقى نخش على شوية أسئلة فراغية. تعالى نتفاهم مع شوية بسم الله أسئلة فراغية. جميع الحالات الآتية تعين مستوى ما عدا مين؟ ده حفظ. ازاي المستوى؟ عندك حاجات كتير. مستقيم ونقطة لا تنتمي إليه. ادي أول حاجة. تاني حاجة مستقيمان متقاطعان. تالت حاجة مستقيمان متوازيان. رابع حاجة 3 نقط ليست على استقامة واحدة. يبقى مستقيم ونقطة لا تنتمي إليه. تعالى دي تعين مستوى. مستقيمان متوازيان مختلف. عارف يعني ايه متوازيان مختلفات؟ يعني متوازيات وبعيد عن بعض، بعاد عن بعض، مش لازقين في بعض، يعني مش لازقين في بعض كده. فدي تعين. دي تعين. مستقيمان متقاطعان تعين. تعين. مستقيمان متخالفان هي دي التي لا تعين مستوى. السؤال اللي بعده. بسم الله الرحمن الرحيم. المستقيمان المتخالفان يا استاذ مالهم؟ ولا بيتقاطعوا ولا بيتوازيوا. ازاي يا استاذ؟ اوريك يا باشا. تعالى اوريك 2 متخالفان. انت عارف ده اهو بيوازي ده اهو، بيوازي ده اهو، بيوازي ده اهو. جميل. عارف ده اهو بيوازي ده اهو، بيوازي ده اهو، بيوازي ده اهو. جميل. عارف ده اهو يقطع ده اهو في الحته ده. لمسوا بعض. طب عارف ده اهو هل بيوازي ده؟ لا. هل بيقطعه؟ لمسه؟ لا. يبقى المستقيمان المتخالفان ولا يتقاطعوا ولا يتوازيوا. لا يتقاطعان ولا يتوازيان ولا يجمعهم مستوى واحد. تعال السؤال ده. المتخالفان لا يتقاطعان ولا يتوازيان وغير منطبقان ولا يجمعهم مستوى واحد. دي أصح واحد. دي أصح واحد. يبقى المتخالفان غير متوازيان وغير متقاطعان وغير منطبقان ولا يجمعهم مستوى واحد. ودي أصح واحد. السؤال اللي بعده. بسم الله. احنا لسه حالين دي حالة. جميع الحالات التي تعين مستوى ما عدا نقطة. مستقيم ونقطة لا تنتمي إليه دي تعين.
مستقيمان متوازيان دي تعين، مستقيمان متقاطعان دي تعين، الوحيدة التي لا عين ايه؟ مستقيمان متخالفان، حلناها من شوية. السؤال اللي عليه الدور بسم الله الرحمن الرحيم، لسه شارحينها. مستقيمان المتخلفان ولا بيتقاطعوا ولا بيتوازوا. المستقيمين المتخلفان لا يتقاطعوا صح، لا يتوازوا صح، لا غير منطبقين صح، ولكن أصح واحدة لا يجمعهم مستوى واحد. طب يلا كمل بسم الله توكلنا على الله. جميل بقى، تعال نشوف الأسئلة دي. عدد المستويات، لما يقول لك عدد المستويات التي تمر بنقطة، عدد لا نهائي. نقطتين، عدد لا نهائي. 3 نقط على استقامة، عدد لا نهائي. طب 3 نقط ليست على استقامة، 1. وهتيجي في الامتحان إن شاء الله. عدد المستويات التي تمر ب3 نقط ليست على استقامة، 1. السؤال اللي بعده، يلا بسم الله. ألف باء يوازي المستوى س. عارف يعني ايه يوازيه؟ يوازيه يعني كده، هما الاثنين كده. المتوازيين دول ليهم صباع؟ هل هيتقاطعوا ولا تقاطعهم فاي؟ تقاطعهم فاي. يبقى دلوقتي بقول لك دول بيوازوا بعض، ألف باء بيوازوا بعض، بيوازي س، يبقى التقاطع بتاعهم ايه؟ مفيش تقاطع فاي، هما متوازيين أصلا. السؤال اللي بعده، يلا توكلنا على الله. تعالى بقى نخش على أسئلة الدايرة. أنا هريح بس 3 دقايق عشان الواحد ظهره وجعه. 3 دقايق وراجع لكم يا شباب، 3 دقايق بالظبط ونرجع لكم تاني يا شباب. يلا بسم الله ندخل على أسئلة الدايرة. بيقول لك لو في دايرة مركزها ألف وباء وطول نص قطرها نق، لو عندك المركز يا باشا 3 و5 ونص القطر مثلا 4، معادلة الدايرة بتقول لك قوسين تربيع يساوي نق تربيع. القوس الأولاني س ناقص س، القوس الثاني ص ناقص ص يساوي نق تربيع 16. جميل، يعني تعرف تكون لي معادلة الدايرة دي س ناقص -2 طبعا هتبقى موجب، ص ناقص 5 طبعا هتبقى موجب، يساوي نق تربيع 25. لو انت عايز بقى المركز اعكس إشارة دي واعكس إشارة دي. طب لو عايز نق خد الجذر ده. طب يلا يا استاذ تعال نبدا. اول سؤال بيقول لك المعادله الدائره التي معادلتها كذا، عايز ايه؟ محيط. اقول له تعالى، المحيط ده قانون 2 باي نق، ما انا عايز نق. هو ده كان نق ولا كان نق تربيع؟ ده كان عباره عن نق تربيع، فهاخد له الجذر. جذر ال 100 10، يبقى النق ب 10، يبقى النق ده كده ب 10. 2 في 10 ب 20، 20 20 باي، بختار 20 باي. السؤال اللي عليه الدور توكلنا على الله. بيقول لك فاكر انت ضرب المصفوفات في اولى ثانوي؟ بنضرب الصف في العمود، اول عنصر في اول عنصر، يلا س في س تربيع، تاني عنصر في تاني عنصر، ص في ص تربيع، تالت عنصر في تالت عنصر، 25 بسالب 4 بسالب 100 يساوي، فاكر دي كان اسمها مصفوفه صفريه، طلع دي بره، يبقى س تربيع زائد ص تربيع بيساوي 100. هو ده كان عباره عن نق ولا نق تربيع؟ نق تربيع، فعشان اجيب نق هاخد الجذر، جذر ال 100 10، نص القطر ب 10، يبقى القطر كله 10 ولا 20؟ 20. شاطر. السؤال اللي بعده، يلا بسم الله الرحمن الرحيم. يلا يا فوزية الله يحرق دمك. تعالى بقى نشوف السؤال ده. بيقول لك اوجد معادلة الدائرة التي مركزها كذا وتمر بالنقطة كذا. ماشي يا باشا، كان في قانون اسمه البعد او الطول، جذر طرح السينات تربيع وطرح الصادات تربيع. ماشي تعالى نتفاهم. هرسم دايرة، قال لي مركزها المركز بتاعها 7 أو -5. جميل، وتمر بالنقطة دي، يعني النقطة دي عليها في أي حتة تعجبك أنا هحطها هنا. النقطة أ دي 3 و2 100 تمر بالنقطة أ. وبعدين عشان أكون المعادلة محتاج مركزها ونص قطرها. طب ما المركز معايا،
باقي لي مين؟ نق. نق اللي هي الحته ده، مش ده طول؟ وانا عندي قانون للطول بيقول ايه؟ جذر طرح السينات تربيع زائد طرح الصادات تربيع. اقول له يا باشا نق جذر طرح السينات تربيع وطرح الصادات تربيع. اطرح السينات 3 ناقص 7 مش 4. اطرح الصادات 2 ناقص سالب 5 يعني 2 زائد 5. وبعدين يا استاذ احسب دي بالايه؟ بالاله الحاسبه. هيطلع يا استاذ 49 وهيطلع 16 يعني 65. هيطلع جذر 65. جذر 5 آلة حاسبه. المعادله بقى مركزك اهو نص قطرك اهو. يلا س ناقص 7 تربيع ص ناقص سالب 5 تربيع بيساوي نق ولا نق تربيع؟ نق تربيع ربع ده ربع ده، التربيع بيشيل الجذر يبقى كام؟ 65. السؤال اللي بعده، تعال نشوف السؤال اللي عليه الدور. يلا يا باشا بسم الله. معادلة الدائرة التي مركزها كذا ويمسها المستقيم كذا. يمسها يعني بيلمسها من بره. ماشي. طب يا استاذ ارسم دايرتك. رسمت دايرتي مركزها 1 و1. يمسها المستقيم ده يعني المستقيم ده بالنسبة لها ايه يا باشا؟ مماس. المستقيم ده بالنسبة لها مماس. 100 100. انت لسه قايل انه بالنسبة لها ايه؟ مماس. المستقيم ده معادلته ايه؟ معادلته 3 س زائد 4 ص زائد 23 يساوي 0. انا عشان اكون المعادله محتاج مركز ونق. طب يا استاذ اجيب نق ازاي؟ خدنا قانون في اولى ثانوي بيجيب المسافه او الطول من نقطه لمستقيم. من نقطه لايه؟ لمستقيم. القانون. طب يا استاذ انا مش فاكر، تعالى اعلمه لك بطريقه سهله. نق يساوي، بيقول لك القانون قيمه مطلقه على جذر. قيمه مطلقه على جذر اضرب س في معامل س 1 في 3 اضرب ص في معامل ص 1 في 4 زائد الحد المطلق اللي لوحده 23 على جذر معامل س تربيع زائد معامل ص تربيع معامل س تربيع معامل ص تربيع 3 و4 7 7 و23 30 9 و16 25 جذر 25 5 30 على 5 فيها 6. ادي المركز وادي النق. المعادله بقى ايه؟ س ناقص 1 ص ناقص 1 تساوي نق ولا نق تربيع؟ نق تربيع يعني 6 ولا 6 6 تربيع 6 تربيع اللي هي كام؟ 36. استاذ كمان مره. ماشي يا عم الحاج. دلوقتي انا عشان اكون المعادله بحتاج حاجتين ايه هم؟ مركز معايا الحمد لله ونص قطر. نص قطر ده انا بجيب كده المسافه من نقطه لايه؟ لمستقيم. طب يا استاذ مسافه من نقطه لمستقيم بتقول لك ايه؟ قيمه مطلقه على جذر. طب يا استاذ علمهاني بطريقه سهله. هنجيب نق قيمه مطلقه على جذر. طب يلا يا استاذ علمهاني. ماشي يا باشا. اضرب س في معامل س 1 في 3 اضرب ص في معامل ص 1 في 4 زائد الحد المطلق يبقى زائد 23. طب لو كانت دي سالب يبقى ناقص 23 على حسب. هي زائد يبقى زائد 23 على جذر معامل س تربيع ومعامل ص تربيع 9 و16 اللي فوق دول ب 30 جذر 25 5 30 على 5 بقى 6 يبقى النق ب 6 والمركز اهو. اديني بقى المعادله س ناقص 1 تربيع ص ناقص 1 تربيع تساوي نق ولا نق تربيع؟ نق تربيع. السؤال اللي بعده. يا مسهل الحال يا رب. دائرة مركزها ألف. لا ده احنا هنا. معادلة الدائرة التي مركزها كذا وتمس المستقيم نفس اللي فات. طب يلا يا أستاذ أهو يا باشا. مركزها سالب 3 و1 وتمس المستقيم ده. يبقى المستقيم ده بالنسبة لها مماس. ماشي يا باشا. المستقيم اللي هو س ما تدخل واحد دي جوه. س ناقص 1 يساوي 0. طب يا استاذ عشان اجيب المركز معايا المركز سالب 3 و1 نق بيساوي ايه؟ قيمه مطلقه على جذر اضرب س في معامل س يعني سالب 3 في 1 اضرب ص في معامل ص. في هنا معامل ص يبقى 1 في كام؟ في 0. 1 في 0 بصفر مش كاتبه زائد الحد المطلق. الحد المطلق اللي هو سالب 1
على جذر معامل س تربيع ومعامل ص تربيع. فين معامل ص؟ مش موجود، يبقى ملوش لازمه. سالب 3 وسالب 1 سالب 4، بس القيمه المطلقه تخليها 4. جذر الواحد 1 يبقى 4 الواحد فهل 4. المركز اهو، يبقى المعادله س ناقص سالب 3 ص ناقص 1 تربيع يساوي نق ولا نق تربيع؟ نق تربيع عن 4 تربيع اللي هي كام؟ 16. س ناقص 3 س زائد 3 وص ناقص 1. يبقى الاختيار الاخراني. شوف السؤال اللي عليه الدور. بسم الله الرحمن الرحيم. جميل قوي السؤال ده. بيقول لك النقطة التي تقع على الدايرة هي نقطة. عشان أعرف النقطة اللي تقع على الدايرة هعوض عن السين ب2 والصاد ب3. لازم تطلع كام؟ 13. طب لو ما طلعتش شوف اللي بعدها. طب يا أستاذ يلا عوض لي كده. الله أستاذ هي هتطلع كام؟ والله يا ابني من وجهة نظري هي الأخيرة. عوض عن السين ب4 والصاد ب3. عوض يلا عن السين ب4. 4 ناقص 2 2 2 تربيع 4. عوض عن الصاد دي بقى ب3. 3 تربيع 9 4 و9 13. يبقى هي اللي صح. يبقى انا عشان اعرف ايه بعوض عن السين والصاد لازم يطلع لي الرقم ده، والاخيره طلعته يبقى هي الاخيره. بس حلينها بقى الاستهبال. تعالى يلا هنا كده. بقول لك معادله الدائره التي مركزها كذا وتمس محور الصادات. تمس محور الصادات يبقى النق بس، بس القيمه المطلقه لس يعني بالموجب. انا مفيش طول نص قطر بالسالب، يبقى تمس الصادات يبقى النق بس. تمس الصادات يبقى النق بس بس بالموجب. يبقى النق بكام؟ 3. والمركز سالب 3 و1. طب يلا هات المعادله. س ناقص سالب 3 يعني زائد صاد ناقص 1 يساوي نقي تربيع يعني 9. يبقى س زائد 3 وصاد ناقص 1 يساوي 9. س بقى انا عندي غلطه يا شباب. دهيت س زائد 3 ده 9 ولا معلش يا ولاد. ماشي دي 9 طبعا، دي سهوه مني معلش يا ولاد. السؤال اللي بعده. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا قلنا لو قال لك تمس السينات يبقى النق بصاد، تمس الصادات يبقى النق بس، تمس المحورين يبقى النق يا بس يا بصاد. جميل. اقرا كده. تمس محوري الاحداثيات يبقى النق يا بس يا بصاد يا ب2 يا ب2. ما فيش طول بالسالب يبقى النق ب2. والمركز 2 وسالب 2. يبقى المعادله س ناقص 2 صاد ناقص سالب 2 يساوي نقي تربيع عن 4. يبقى س ناقص 2 وصاد زائد 2 يساوي 4. السؤال اللي بعده. بسم الله الرحمن الرحيم. تعالى بقى لشويه الاسئله دي. فاكر انت قبل ما احل الربع الاول في ثالثه اعدادي كان موجب موجب، والثالث كان سالب سالب، طب الثاني كان سالب موجب، والرابع كان موجب سالب. جميل يا استاذ جميل. تعال نشوف عايز ايه. الدائره تمس محوري الاحداثيات يبقى النق يا بس يا بصاد. يبقى النق يا بس يا بايه؟ صاد. معنى كده ان س قد صاد، بس ممكن واحده تبقى موجب واحده سالب. بص اللي فاتت، بص اللي فاتت لو انت مركز. اقرا كده. تمس محوري الاحداثيات يبقى النق يا بس يا بصاد. بص على السين والصاد هتلاقيهم زي بعض، بس ممكن واحده تبقى سالب. فاهم؟ المهم ان هم زي بعض بس ممكن يختلفوا في الاشاره. ماشي. هنا الراجل قال لي ايه؟ تمس محوري الاحداثيات يبقى النق يا بس يا بايه؟ يا بصاد. يعني السين زي الصاد، يعني السين ممكن تبقى 5 والصاد 5. السين ممكن سالب 5 والصاد 5. المهم ان هم زي بعض في الرقم ولكن الاشاره مش شرط. كمل كده. وتقع في الربع الاول. فاكر الربع الاول اشارته ايه؟ موجب وموجب. احنا دلوقتي هندور على السين تكون قد الصاد والاثنين موجب. السين تكون قد الصاد والاثنين موجب. السؤال اللي بعده. بسم الله الرحمن الرحيم. تعالى بقى للسؤال العسل ده. اقرا كده. تمس محوري الاحداثيات يبقى النق يا بس يا بصاد. جميل. وقال لي تقع في الربع الايه؟
التاني. عارف التاني ده اشارته ايه؟ سالب موجب. 100 100 سالب موجب. تعالى بقى، والله المركز بتاعتي كان موجب 3 وسالب 3، يعني موجب سالب وانا عاوزه سالب موجب. المركز بتاعتي كان سالب 3 وسالب 3، احنا بنعكس سالب 3 وسالب 3، يعني سالب سالب وانا عايزه سالب موجب. المركز بتاعتي كان سالب 3 وموجب 3 وانا عايزه سالب موجب، يبقى هو ده السؤال الصح، يبقى الاختيار رقم ج. تعالى بقى لشوية أسئلة عسل، أسئلة سكر. طول القطعة المماسة للدايرة دي من النقطة كذا. شوية أسئلة تقيلة جت في محافظة الدقهلية السنة اللي فاتت. ارسم دايرة يا باشا وأنا أفهمك يا باشا. بعد إذنك ركز لي كويس أوي، ده بعد إذنك يعني. عايزك تركز، أنا بس هرسم قدام عينيك. هتقول لي ليه؟ هقول لك دلوقتي، هتعرف دلوقتي. هي الدايرة دي مركزها كام وكام؟ 0 وصفر، يعني ده مركزها نقطة الايه؟ الأصل. ماشي. نص قطرها 9 ولا جذر التسعة؟ جذر التسعة، يعني نص قطرها كام؟ 3، يعني الدايرة نص قطرها 3، يعني ده مركزها ونص قطرها ايه؟ 3 3 3 3. وصل بقى دايرة، وصل دايرة. جميل، هي دي الدايرة. عايز بقى طول القطعة الايه؟ المماسة. هي فين المماس؟ ما انا لسه هرسمها، انا هرسمها من النقطة كام؟ 5 وصفر. دور لي على 5 وصفر. طبعا الصاد بصفر، يبقى انت على محور السينات عند الخمسة اهو. ارسم بقى انت اهو، ارسم بقى حتة مماسة. ارسم مماسة اه، وصل كده مماس 100 100، ولا تفكر ولا تحتاس. نص القطر عمودي على المماس. طب نص القطر كام بكام؟ كان ب3 يا ابني، ما هو نق ب9 ولا بجذر التسعة، يبقى نص القطر ده ب3. طب والحته دي طولها كام يا سعاده الباشا؟ طولها كام يالا؟ 5. ده بقى ضلع ولا وتر؟ ضلع. رب واطرح تحت الجذر، عارف هيطلع كام؟ 4. استاذ كمان مره، عيني، بس الله يرضى عليك ركز. يلا يا عم، هي الدايره دي مركزها كام؟ نقطه الاصل 0 وصفر ده. طب يا استاذ نص قطرها 9 ولا جذر التسعة؟ جذر التسعة يعني 3، يعني الدايره دي نص قطرها 3. يا باشا ارسم دايره، ارسم دايره نص قطرها 3 بس يكون مركزها نقطه الاصل اهو. بص انا هظبطها لك، بص كده، الله عليا. بص يا باشمهندس، نص القطر ده بكام؟ ب3. طب ده بكام؟ 3. طب ده بكام؟ 3. طب ده بكام؟ 3. واحد متخلف يقول لي ده بسالب 3، اقول لك يا حيوان، هو في طول بالسالب؟ هو في طول بالسالب يا تخلف؟ طب يا استاذ، عايزين القطعه المماسه من النقطه ايه؟ 5 وصفر. طب هي فين 5 وصفر دي؟ على محور السينات، لان الصاد بصفر اهي. ارسم بقى قطعه مماسه. استاذ انت رسمتها من فوق، طب ما تجرب ترسمها من تحت يا فقيه، يا ولا يا فقيه. ارسمها من تحت، مماس اهو. مش ده مماس؟ اه. ولا تفكر ولا تحتاس. نص القطر ماله؟ عمودي على المماس، يعني دي زاويه ايه؟ زاويه قايمه. طب ده شغال ايه؟ شغال نص قطر، ونص القطر بكام؟ ب3. طب الحته دي طولها كام؟ طولها كام؟ ما قدام عينيك يهطل يهطل، طولها 5. ده بقى ضلع ولا وتر؟ ضلع. ربع واطرح تحت الجذر، هيطلع كام؟ 4. بص على اللي بعدها عشان شبهها، اللي بعدها شبهها. والله الواحد تعب يا شباب، تعبت خالص. استنى اما اوقف دقيقه ولا اقول لك والله ما انا موقف. بسم الله الرحمن الرحيم. الدايره دي مركزها كام؟ 0 وصفر. نص قطرها كام؟ نق. ما هو خد الجذر يبقى النق. طب يا استاذ ارسم يلا محور سيناء ومحور صادات ونتفاهم. ماشي يا عم الحاج، رسمت سينات وصادات وهنتفاهم. ماشي.
اهم حاجه مركزها ايه؟ نقطه الاصل، يعني مركزها كصفر وصفر. نص قطرها هل اعرفه؟ لا. ولنفترض انه واحد، ولنفترض انه اتنين. المهم لو خدت من هنا تلاتة يبقى من هنا تلاتة، يبقى من هنا تلاتة، يبقى من هنا تلاتة. وصلهم ببعض بقى. وصلناهم ببعض يا استاذ. بعد اذنك، هو ده ايه؟ نق. ده ايه يالا؟ نق. نق انت رسمه لحد التلاتة. ركز بقى. انت رسم النق لحد التلاتة. اقرا السؤال. طول القطعة المماسة للدايرة دي من النقطة صفر وايه؟ واتنين نق. السن صفر يبان على محور ايه؟ الصدى. فين النصيبة تاخدك؟ عند اتنين نق. ابا الصدات اهو. انا عندي اتنين نق ولا مش ده نق؟ اتنين نق يعني قده كم مرة؟ مرتين. طب حضرتك راسم النق لحد الكام؟ التلاتة. يبقى النقين لحد الستة، يعني الحتة ده. ارسم بقى قطعة ايه؟ قطعة مماسة. ارسم مماس. اول لما تيجي المماس وقف، يعني ما تكملش المماس اخره. ولا تفكر ولا تحتاس. نص القطر ماله؟ عمودي على المماس. عارف ده اسمه ايه؟ ده اسمه نق. عارف بقى ده نق ونق، يعني ده كام نق؟ ده اتنين نق. هو عايز الحته ده، هي الحته ده، هي الضلع ولا وتر؟ ضلع ولا وتر؟ طب وبجيب الضلع ازاي؟ ربع وطرح تحت الجذر. ربع ربع يالا، ربع ربع، خلص يالا. ربع الاثنين اربعه. ربع النق نق تربيع. اطرح. ربع النق نق تربيع. اربع نقاط تربيع نقص منهم نق تربيع. ثلاث نقاط تربيع. جذر الثلاثه كام؟ معرفش. طب جذر النق تربيع نق، يبقى جذر 3 نق. السؤال اللي بعده. بسم الله الرحمن الرحيم. تعالى بقى معلمك شويه حاجات. اول هام يا سعاده الباشا، لما يديك معادله على الصوره دي المفكوكه دي، المركز اول هام لازم معامل س تربيع يكون قد معامل ص تربيع. يكونوا بواحد او اثنين او ثلاثه او اربعه. المهم لو كانوا باربعه اقسم على اربعه، لو كانوا بثلاثه اقسم على الثلاثه. لازم اخليهم كام؟ واحد. بس ما ينفعش ده يبقى خمسه وده سبعه، لا لا. ما ينفعش ده ثلاثه وده اربعه، لا. ده يبقى ثلاثه ده ثلاثه، اربعه اربعه، خمسه خمسه. طب ولو كانوا خمسه اقسم على الخمسه، لو كانوا ثلاثه اقسم على الثلاثه. المهم عشان اجيب المركز لازم دول يبقوا حي. روح للسين خد نصها بعكس الاشاره. بعكس الاشاره. اعكس اشاره موجب، نصها بقى 3. اعكس اشاره سالب، نصها بقى 4. يبقى المركز 3 وسالب 4. طب يلا يا استاذ شوف غيرها يا استاذ. يلا بسم الله توكلنا على الله وعلى رسوله. فاكر يا ولا في اولى ثانوي لما كان عندك محدد كنت بتفكه ازاي؟ كذا في كذا ناقص كذا في كذا. طب يلا بقول لك دي معادله دايره. طيب مش ده محدد؟ كذا في كذا ناقص كذا في كذا. س في س ناقص صاد في صاد. صاد في سالب صاد. صاد تربيع ولا سالب صاد تربيع؟ سالب صاد تربيع. يساوي كام يا عم الحاج؟ 25. سالب في سالب بموجب يا عم الحاج. ولا المركز كام وكام يلا؟ في ارقام هنا؟ لا يبقى المركز نقطة الاصل. طب ونص القوط 25 ولا جذرها؟ جذرها 5. هنوصل لحد السؤال رقم 90 وهوقف يعني طيب المحدد بيتفك. سؤال عن المحدد برضه. طب يلا يا عم الحاج ده محدد بيتفك ازاي؟ ده في ده ناقص ده في ده. طب يلا اضرب ده في ده. س في س. س في سالب 4 ناقص ده في ده. لما تضرب ده في ده دخل عليهم الناقص، يعني اعكس اشارته. يلا يا عم. سالب صاد في صاد. سالب صاد تربيع. هعكس الاشاره. سالب صاد في سالب 6. سالب في سالب بموجب 6 صاد. موجب 6 صاد انا ادخل عليها الناقص. ناقص كام؟ 12 يساوي 0. تعال رتب يا ولد. رتب. يبقى س تربيع زائد ص تربيع ناقص 4 س ناقص 6 ص ناقص 12. لو عاوز المركز نص ده بعكس الإشارة، نص ده بعكس الإشارة. عكس الإشارة موجب.
موجب ونصها 2، عكس اشاره موجب ونصها 3، ده كان اسمه الجيم. الجيم بكام؟ سالب 12. طب يا استاذ ده هو عايز ايه؟ عايز نص القطر، كان ليه قانون يالا، نص القطر كان ليه قانون يا ولد، جذر س تربيع زائد ص تربيع ناقص الجيم اهو. نقل قانون ايه؟ جذر س تربيع زائد ص تربيع ناقص الجيم، ناقص الجيم من غير تربيع. طب يلا يا استاذ وريهوني كده يا استاذ. ماشي، جذر س تربيع زائد ص تربيع ناقص الجيم، يبقى نص القطر هيساوي ايه؟ جذر س تربيع ص تربيع ناقص ج، سالب في سالب بموجب. 4 و9 13، 13 و12 25 وجذر 5. السؤال اللي بعده. يا مسهل الحال يا رب. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. شوف يلا السؤال اللي بعده. تعال بقول لك أي مما يأتي يمثل معادلة دايرة. معادلة دايرة بس ممكن تقرا دي كده، مش احنا اتفقنا لازم معامل س تربيع يساوي معامل ص تربيع، ده يكون قد ده، لو ده واحد ده واحد، لو ده اتنين ده اتنين، لو ده تلاتة ده تلاتة. ينفع ده تلاتة وده أربعة؟ لا. المعادلة ما بيكونش ما فيهاش س وص، صح؟ طب يلا يا أستاذ تعال نشوف. بقول لك مين في دول معادلة دايرة. طب تعال. أولا ده غلط لأن فيها س ص. ثانيا لأن معامل س تربيع مش قد معامل ص تربيع. ثانيا ده غلط. ليه يا أستاذ؟ هو ده عبارة عن نق ولا نق تربيع؟ نق تربيع. هو في تربيع في عدد لما ربعه يديني سالب يا وسخ؟ لا ده ما ينفعش. ثالثا ده غلط. ليه يا استاذ؟ طب ما النق موجب اهو يا استاذ. يد ما ترمي ال10 بره يالا. سالب 10 4 ناقص 10 6 يالا، ولا سالب 6 سالب 6. ما ينفعش النق يبقى بالايه؟ بالسالب. طب شوف دي معامل س تربيع قد معامل ص تربيع، ما فيهاش س ص، يبقى دي دايره. السؤال اللي بعده. يا مسهل الحال يا رب. جميل قوي السؤال ده. تعال بقول لك دي تمثل معادله ايه؟ دايره. تعالى تمثل معادله دايره. يبقى معامل س تربيع قد معامل ص تربيع، يعني الاثنين الف يساوي 4 ومنها الالف يساوي 2. ولا ده فيها س ص، وانت لسه قايل لي انا الصاب ان ما فيهاش س ص. صح ما فيهاش س ص. طير دي بقى، طيرها يعني ساوي اللي قدامها بصفر، لان صفر فيها بصفر، فطيرها يعني اقول له ده اهي بصفر، ارمي دي بره، يبقى الباقي بسالب 5. قال لك ايه؟ تمر بنقطتي الاصل، يبقى الحد المطلق بصفر. هو ايه الحد المطلق ده؟ شايف الس تربيع؟ لا. شايف الص تربيع؟ لا. شايف السين؟ لا. شايف الصاد؟ لا. الحد المطلق ده ولا جنبه س ولا جنبه ص، يبقى ه زائد 2 يساوي صفر، يبقى الهاء بكام؟ بسالب 2. شوفوا بقى عايز ايه ابن الذين ده؟ عايز الف ناقص باء زائد هاء. لا الف بكام؟ ب2 ناقص لا باء بكام؟ سالب 5 زائد هاء يعني زائد سالب 2 وسالب في سالب بموجب. هتلاقي الاثنين راح مع سالب 2 اتبقى 5 يا حبيب بابا. يا مسهل الحال يا رب. هنقف عند أمثلة الدايرة. نفس الفكرة. تمثل معادلة ايه؟ دايرة. تعالى يلا. معادلة دايرة يعني معامل س تربيع قد معامل ص تربيع، يبقى الألف ب2 وما فيهاش س ص. طب ما هي موجودة، طيرها يعني ده هي بصفر، يعني قول لي ده هي بصفر. طب ما أنا معايا الألف، ارمي دي بره، يبقى الباقي بسالب 2. قال لي تمر بنقطة الأصل، يبقى الحد المطلق بصفر. الحد المطلق ده اللي هو ولا في س ولا في ص، ده اهو بصفر، ارمي بره يبقى الجيم 2. أنا مش عارف هو عايز ايه يا ابن الجزمة. ده عايز طول نص. طيب على اللي جابك، ما انا عمال اجيب ده كله ليه؟ طول نص قطرها. ماشي يا عم، ماشي يا عم، على ابو شكلك. اعمل ايه ده يا استاذ؟ المعادله دي طبعا ده ب2 هتتقسم، دي طبعا مش موجوده، هتتقسم على الاثنين، صح؟ على الاثنين طارت، على الاثنين طارت،
على 2 فهل 2 على 2 فهل 4. ودي كده كده بتساوي صفر يالا. طيب يا استاذ وبعدين هنجيب المركز نص دي بعكس الاشاره، نصها واحد ويعكس الاشاره بسالب واحد، نص دي بعكس الاشاره يبقى موجب 2 والجنب صفر. طب ما انت عندك قانون بيقول النق يساوي جذر س تربيع زائد ص تربيع ناقص ج، س تربيع زائد ص تربيع ناقص ج. طب يلا س تربيع بيشيل السالب، ص تربيع 4 ناقص صفر. عيب عليك اما تكتب ناقص صفر. 1 و4 كام؟ 5 يبقى جذر 5. والله كتير كتير يا اخي. يا رب اسئله الداله تكون خلصت. تعالى لهذا السؤال، خد يالا. ينفع كده؟ اقول له لا، دي تتقسم على الاثنين، على الاثنين، على الاثنين طارت، على الاثنين طارت، على الاثنين فيها الاثنين، على الاثنين فيها السالب 2، على الاثنين فيها السالب 2. عارف المركز كام؟ نص دي بعكس الاشاره، نص دي بعكس الاشاره، يبقى المركز سالب 1 موجب 1 والجيم بسالب 2. هنجيب مين؟ هنجيب نقط. جاز س تربيع زائد ص تربيع ناقص ج من غير تربيع، س تربيع 1 ص تربيع 1 ناقص ج من غير تربيع، ج من غير تربيع اللي هي سالب 2. 1 1 2 2 و2 4 جذر الأربعة 2 نق بكام؟ ب2. هو عايز ايه؟ عايز ايه؟ محيط الدايرة. محيط الدايرة 2 باي نق، قال لها نق بكام؟ نقي ب 2، 2 في 2 ب 4، 4 باي. يا رب كفاية يا بنت، انت هتستهبل ولا ايه؟ السؤال الرابع. انا وقفت دقيقتين يا ولاد، الواحد ما عادش قادر والله.